السلام عليكم. بهذا الفيديو راح ناخذ الفرق ما بين المانجد مود والمونيتور مود. شو يعني مانجد مود وشو يعني مونيتور مود؟ بداية لو دخلنا على IWConfig، طبعا هذا الامر بيستعرض لك كروت الشبكة اللاسلكية فقط. لو ضغطنا انتر راح نلاحظ هون انه شبكة اللوكال نويلس اكستنشن والايثرنت اللي هو كرت البطاقة السلكية نويلس اكستنشن ولان زيرو اللي هو كرت الواي فاي معطينا عليه المعلومات الخاصة فيه. لاحظ هون عندك المود مانجد. وشو يعني مانجد؟ احنا حكينا مسبقا ان الحزم اللي بترسل من الحاسوب الى الراوتر او بالعكس موجود فيها اثنين ماك ادرس، واحد للمصدر اللي هو مصدر انتقال الحزمة، والثاني بيكون للهدف اللي هو ولوين رايحة الحزمة. تمام. في مود المانجد بطاقة الواي فاي تبعتك ما بتشوف الا الحزم اللي جاي عليها. كيف يعني؟ يعني اي حزمة موجودة في الجو ما راح تشوفها، راح تشوف فقط الحزمة اللي جاي على جهازك اللي فيها الماك ادرس الخاص فيك. طبعا احنا بهاي الحالة ولشغلنا ما بلزمنا انه نشوف بس الحزم الخاصة فينا، احنا بدنا نشوف كل الحزم اللي بمحيطنا مشان نعمل عليها عمليات الاختراق المتعددة. كيف بدنا نغير المود للمونيتور مود اللي هو الخاص بانه يخلينا نشوف كل الحزم اللي حوالينا؟ اول امر بدنا نكتبه اللي هو ايرمون شحطة NG، بعدين بنكتب تشيك، بعدين كل. طبعا هذا الامر بيعمل اغلاق لاي سيرفيس له علاقة بالشبكة. ليش بيعمل اغلاق؟ لانه هاي السيرفيس بالعادة بتعمل ايرور علينا. طبعا احنا بدنا نتجاوز الايرور. لاحظ هون لما اضغط انتر المانجر تبع الشبكات راح يفصل. لو ضغطنا انتر لاحظ هون انه اغلق النيتورك مانجر. تمام. هسه حاليا احنا غير متصلين على الانترنت، لكن هو فعليا الانترنت ما بيلزمنا لانه احنا بمرحلة ما قبل اختراق الشبكات، لذلك النت ما بيلزمنا لنخترق شبكة اصلا. تمام. الامر الثاني اللي لازم نعرفه اللي هو IW config، بعديها مباشرة بتحط اسم كرت الواي فاي، بعدين مود، بعدين مونيتور، بعدين انتر. وحاليا بطبق بالامر. تمام. هيك انتهى، ما اعطانا اي ايرورز. مشان نتأكد من المود بنحط IW config بعدين انتر. بنلاحظ هون انه المود صار مونيتور مود، يعني حاليا كرت الواي فاي الخاص فينا قادر انه يشوف كل الحزم اللي حوالينا. طبعا اذا طلع عندك هون ايرورز او اي مشاكل صارت معك بتتواصل معي وان شاء الله بنحلها سوا. لكن بدك تتذكر انه هذا السكشن انا حكيت لك من قبل بيحتاج لكرت ويرلس خارجي، ما بينفع تشتغل على كرت الويرلس الداخلي لللابتوب. بطبيعة الحال ايضا مش كل كروت الويرلس بتدعم المونيتور مود او الانجكشن مود.